انت لما بتوقف تمرين ممكن العضلات تتحول لدهون. ده اللي هنشوفه النهارده. الخلايا العضليه والخلايا الدهنيه مختلفتين تماما، ما ينفعش يتحولوا لبعض. زي مثلا لو عمرك سمعت تفاح يبقى برتقان او ذهب يتحول لفضه. اللي عينك بتشوفه مش دايما بيبقى هو الحقيقه العلميه او ده اللي بيحصل. امال ايه اللي بيحصل بالظبط؟ طبيعي الموضوع بيحصل ان انت بسبب العادات الغذائيه للشخص الرياضي. واحد بيتمرن بانتظام وبيحرق كتير وبياكل كميه اكل كتير، ففي بالانس في الموضوع. طيب لما يجي يقطع بقى ايه اللي بيحصل؟ هو تمرينه قل ومعدل سعراته اللي بيحرقها في اليوم قل وبياكل اكل كتير، فالميزان اتعكس. انت لما توقف تمرين طبيعي جسمك هيبدا يتخلص من العضلات اللي عندك واحده واحده. طب وكميه السعرات بتاعت الاكل اللي انت بتاكلها دي جسمك هيبدا يخزنها دهون، فعشان كده العضلات بتقل والدهون بتزيد، لكن عمرهم ما يتحولوا لبعض. اول كام يوم بقى انت بتوقف فيهم تمرين او اول اسبوع ايه اللي بيحصل؟ الجلايكوجين اللي موجود في العضلات نفسه نسبته بتقل وبالتالي معاه ميه، فتلاقي شكل العضله نفسه قل، لكن انت لسه ما خسرتش عضلات، بس مجرد بتحس ان انت خسيت. لكن امتى بقى بيحصل فعلا فقدان في العضلات؟ لما بتوقف تمرين تماما من 3 ل 4 اسابيع. بس ما تقلقش، بمجرد ما بترجع تاني تتمرن العضلات اللي انت عملتها دي بترجعها تاني في وقت اقل من اول مره. طب لو العكس بقى، حد اوفر ويت كان وزنه زايد جدا ونزل الجيم، اتمرن كويس، لعب كارديو، عمل دايت، شكل جسمه بقى مظبوط، هو هنا الدهون اتحولت عضلات؟ برضه لا. بس الفكره في ايه؟ هو خس دهون وزاد عضلات زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت. وده كان الموضوع باختصار. لو عندك اي اسئله ممكن تسيبها في الكومنتات تحت، او حابب نتكلم عن مواضيع معينه الفتره الجايه. وما تنساش لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك او سبسكرايب، وده اكونت انستجرام لو حابب تساعد تدريب الاونلاين. واستنونا في الحلقات الجايه.